خلال التواصل الاجتماعي أكيد أنه هناك مجموعة من الأصدقاء كما شاهدنا في صفحتك بالفيسبوك أنه يعني تجاوز العدد 5000. وأكيد أنه يعني لهم مشارب متعددة كما ذكرت، وأيضا علمنا أنها من دول، من شتى دول المعمورة. هل ما يراه مثلا دول العالم العربي، وأقول يعني من فلسطين إلى موريتانيا الشقيقة وإلى حتى مالي، هل هذا التصور الإثني، يعني هذا التصور الذي تراه أنت، يشتركون جميعا في نفس التصور أم أن هناك خلفيات معينة؟ لأنه الطابع الحالي للمجالات أو ما هو معروف في مجال التاريخ أنه من مسببات فشل الأفكار هو محاولة إعطائها طابع سياسي معين. يعني صاحب الأيديولوجيا المعينة يحاول أن يعكس تفسيره للتاريخ، ومن معروف أن التاريخ من أصعب الأشياء فيه هو تفسيره. إذن هل تفسير هذا التاريخ الذي تعمل أنت على أساسه أو نبشه أو محاولة تدوينه ليصبح يعني مجالا يتوارثه الأجيال القادمة ويستمرون في معرفته، وهو الأنساب هو علم له متخصصين وأنت أدرى بهذا الجانب. أنا فقط أحاول أن أثير مسألة نسبة الفهم وانعكاس الفكرة. إذا كانت نسبة الفهم يعني تراه أنت أنه يتماشى بالتوازي، هذا شيء. وإذا كان مثلا تراه أنه في بعض الأحيان قد يكون عليه انعكاس في مجال سياسي معين، هذا شيء آخر. هل مجال العالم العربي يتماشى تماما مع هذا التوجه أم أنه هناك تفاوت معين في مجال ما؟ أكيد. الأنصار مثلا في فلسطين، هل لديهم نفس الأفكار التي لدى الأنصار في طرق ليبيا وفي الصحراء الغربية بمصر؟ هو أكيد هناك يعني من مميزات هذا العمل أن هناك تنوع ثقافي مذهبي إلى آخره، لكن ثمة أمر يعد لدينا احنا خط أحمر، وهذا تم يعني الحديث فيه في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة. العمل كله ثقافي اجتماعي إنساني، بعيد كل بعد عن أي توظيف سياسي كيفما كان نوعه، بعيد كل بعد عن أي مس بدولة أو بحاكم أو بمحكوم. الأمر يتعلق بجانب مشروع ثقافي إنساني اجتماعي لهذه الأمة التي تسمى الأنصار، التي لا يخفى عن أي أحد كيفما كان نوعه دورها الأساسي. ما دامت المسألة هي البحث عن ذوي الرحم والتواصل معهم، فهذا شيء ممتاز. وقد يعني يحذو حذوك البعض في هذا. نعم، يعني صلة الرحم تعزيز أواصر القربى، وصلة الرحم وصلنا بها الله سبحانه وتعالى، حيث أنه مشتق من اسمه عز وجل الرحيم. ودورها أساسي، وخصوصا نحن نود أن نشكل نموذج وحدوي بين مكونات الأنصار. لكن ثمة أمر أشير إليه دائما في كتابتي ومقالاتي، أننا نحن إن كان هناك شيء ثقافي أو اجتماعي أو تنموي سيشمل الأنصار ومواطنيه من غير الأنصار في البلد الواحد، لأن نحن دورنا ما عند الله سبحانه وتعالى هو النصرة. يعني قبل أن نفكر في أنفسنا فنحن نفكر في المجال ونفكر في الآخر، وهذا دور أساسي. وبالتالي نحن كأحفاد لهذه السلالة الطيبة الشريفة المباركة نحاول قدر الإمكان أن نحذو حذو الأجداد وتعكسون نفس الفكرة في هذا الوقت الحالي، في هذا الوقت الذي تشهد الأمة
العربي والإسلامية غمة وتشهد يعني أمور، حتى لكن نحن في هذا الجو العام نحاول قدر الاستطاع أن نتماشى مع الجانب الثقافي الاجتماعي الفكر الإنساني المحض بعيدا عن أي شيء. وهذا أكيد حتى على مستوى التنسيقية الدولية التي تضم الآن خيرة مجموعة من أبناء الأنصار من مختلف المهن ومن مختلف الدول، نحاول قدر الإمكان وركزناه، بل أنه شرط أساسي للعمل في هذا الأمر أن هذه الأمور. المسألة الأخرى نؤكد لها، أنا شخصيا أؤكدها، أننا في هذا لا نسعى لمشيخة، لا نسعى لزعامة، لا نسعى أي شيء. نحن مجموعة فريق، أنا وإن كنت منسقا للرابطة وإن كنت مديرا لبوابة الأنصار العالمية، فالعمل إن كان يعني أغلب الأعمال التي قمت بها بشكل فردي، لكن هذا كله في إطار الجماعة وفي إطار الصالح العام. ممتاز. سنأتي على ذكر هذا كله. بالنسبة لفكرة خروج من المجتمع المدني والغوص في مجريات التاريخ من حيث علم السلالة ومن حيث البحث عن الأنصار ومسألة الأنصار ومسألة الخزرج. من المعروف أنه منطقة ساقي الحمراء والذهب هي أيضا لها شريحة اجتماعية، ومن ضمنها أكيد ما بات يعرف اليوم أولاد تدرارين. أولاد تدرارين هو الاسم المعروف لهذه القبيلة بالضبط اللي هي الأنصار. أولاد تدرارين تعني الأنصار، رغم أنه يعني تنشاف باسم قبيلة كاملة، ما هي مجزأة بهذا التفصيل العلمي اللي أنت تغوص فيه وتحاول تبحث فيه. ورأينا أيضا أنه من خلال ما شاهدته من خلال الصور التي أعطيتنا مشكورة في هذا الباب، أنه المسألة توسعت إلى أن دخلت البوابة الإفريقية الجنوبية كمالي وموريتانيا وأزاوات تحديدا. لو حبيت أزاوات تحبي أزاوات. لماذا بالضبط أزاوات؟ ما الذي وجدته في أزاوات تجده أيضا في باقي مناطق مالي؟ لا، أنا أشوف هو يجب أن يسمي الأسماء بمسمياتها. أزاوات الآن فيما يصطلح عليه حاليا بالتراب المالي تشكل 60%. 60% على مستوى، وبه نسيج مجتمعي مترابط يميل أحيانا إلى موريتانيا ويميل أحيانا أخرى إلى الصحراء أو إلى المجتمع الحساني بصفة عامة. هو مجتمع، يعني هو المجتمع الذي يتحدث كالتماشق بعربه أو التارقية بعربه وأعاجمه كما يطلق، يعني مجتمع دون غيره في الجنوب اللي في باماكو في الولايات الجنوبية في المغرب. بحكم أن هذا المجتمع يعني ثقافيا، وأنا يعني قد أكون أول صحراوي ينشئ صفحة في الفيسبوك تحت مسمى المبادرة الصحراوية دعم الشعب الأزاوات، وكأول واحد قبل أن يستقبل بلال أق الشريف وموسى أق الطاهر في الرباط. كنت أنا أول واحد من طرف الملك، من طرف الملك. كنت أنا أول واحد، وحصل لي شرف أني نعرف هذو الناس ونعرف من بينهم أهلي وأهلي اللي متواجدين في ماتية خارج قبيلتين أساسيتين، قبيلة كلتنصر اللي في كلتنصر اللي في جهة تمبوكتو، الجهة الغربية ولاية تمبوكتو، وقبيلة ثانية كل السوق أو أهل السوق، وهي أهل السوق أو كل السوق هي قبيلة من الأدارسة ومن الأنصار. هذا صحيح مشكلين، وبالتالي أنا هذول خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية تختلف تماما عن الجنوب، وهم أصلا يعني ارتباطا بموريتانيا، الصحراء، الجزائر، ارتباطات. وحتى تمبوكتو الآن عندها علاقة بمنطقة وادنو جانب التاريخ، بحكم أن هناك كانت كبابيرة وكبارة والقوافل التجارية كانت تمر من مكار وادنو
باطة بها الشعوب. وهناك أيضا علاقات تاريخية قديمة علاقات تاريخية بين سلاطين المغرب والمالي. ليس بجنوب بل بتنبكتو على وجه الخصوص. بتنبكتو. كانت هناك يعني إمارة كلتنصر. هذه الإمارة من 1720 آخر أمراءها هو الأمير محمد علي الأنصاري. الأمير محمد علي الأنصاري هو من كلتنصر، وكانت عنده علاقة وطيدة مع الحسن الثاني ومع الملك على ما أظن فيصل أو خالد. حتى أن الملك فيصل أو خالد السعودي يعني طلب منه أن يكون أميرا على منطقة الآن تسمى في السعودية منطقة الإحساء أو الطائف، فهو رفض. هذا الرجل كان لديه فكر وحدوي بحيث كان يود أن يشكل من دويلات أو دول المنطقة نموذج الاتحاد السوفيتي. يعني هذه المنطقة الآن كان يود أن يشكل اتحادا، وكانت له علاقات بالملك الملك العراق الملك غازي، وكانت عنده علاقة بملك ليبيا إدريس السنوسي، وبرئيس وزراء آنذاك العراق السعيد لما عودت له اسمه الكامل، وعنده علاقات محمد خامس. وهذا الرجل يعني توفي في تمارة في الرباط، وكانت عنده نكل به وعذب، لكن له كان دور أساسي في نقل مجموعة من أبناء أزواد إلى السعودية، إلى المغرب، إلى الجزائر، إلى ليبيا. درسوا وتكونوا وتخرجوا من أحسن المدارس، وكان عنده فكر يعني سابق الزمن، فكر وحدوي تنموي جد كبير. وإحنا إن شاء الله مقبلون في أقرب الأجل أنه تعدل مثلا ندوة دولية حول هذا الرجل العالمي. يعني حتى الألمان طلبوا منه أن يتحالف معهم ضد فرنسا فرفض. يعني تصور هذا الرجل. وأنا وجدت كتاب في كامبريدج في بريطانيا يشير يعني إليه كشخصية تاريخية، شخصية أعطت شيء كثير، كانت منوئة الحكم المالي الذي للأسف الشديد أباد منطقة الشمال. الآن أزواد مهمشة، الآن يعني اللاجئين في مخيمات فصالة في الشرق الموريتاني وفي بوركينا فاسو يعانون. حتى الهيئات الأممية لا تقوم بالواجب الذي وجب عليها أن تقوم به. بالتالي فأزواد يعني أنا شخصيا أعتبر نفسي أزواديا، وإن كنت لا أتحدث يعني كالتماشى، لكن هناك ارتباط أكيد. وحتى هذا الارتباط أجله وأحترمه، هذا الشعب يعني أجله وأحترمه يعني بمختلف تلوينه القبلية، سواء كانت تنصر أو حتى إفوغاس أو أدنان أو إمغاد، هذه كلها قبائل، أو المتواجدين في قاوة أو كيدال أو في تنبكتو. يعني هؤلاء كان تحية لهم صراحة. هؤلاء يعني وجب يعني تقديرهم وأن يعي العالم بقضيتهم التي أراها أنا من وجه خاص أنها عادلة. يعني أكيد هذا التنوع. أنا كما قلت يعني ابتدأت الأمر في 2011 مرحلة البحث والتنقيب وكذا. 2012 كانت مرحلة كذلك مكملة لسنة 2011 في البحث والتنقيب. 2013 كانت فرصة أن أشرفت على الجانب الدولي لملتقى الأنصار في منطقة زريبة 2 3 5 2013. هنا كانت البداية. نعم، دعوت مجموعة من الشخصيات من الكويت، من السعودية، من ليبيا، من موريتانيا، من أزواد، من غيرها حضروا. كانت مشاركات إيجابية، بالرغم أن ثمة أشخاص حاولوا أو أن استطاعوا أن يمتطوا على ذلك الإنجاز. دخلوا على الخط وامتطوا على الإنجاز، وحاولوا قدر الإمكان أن يحسبوا لأنفسهم، بل أنهم يعني قاموا يعني بممارسات يعني أنا أجدها غير صحيحة في اتجاه شخصي، لكن الحمد لله استطعت يعني في هذه السنة. يعني أنا لاحظت في مرحلة معينة خارجا عن الموضوع أنك كنت قد قررت في مرحلة معينة الاستقالة من هذا العمل. يعني ما هي الأسباب والدوافع التي جعلتك أنا لا أخفيك سرا. أنا من هذه المجموعة ديال السماسرة اللي حاولت تركب على الخط وتمتص هذا الإنجاز وتمزرك أنت عن هذا المجهود العملي يعني الفردي الإنساني.
الدوافع شنو هي؟ مادية، نفوذ، ظهور، شنو؟